كان النبي أسود العينين، في عينه كحل رباني، عظيم الهامة، واسع الجبهة، إذا ضحك أو غضب ظهر عرق في جبينه، لحيته كثيفة سوداء، لين الكف، طيب الرائحة، إذا صافح أحد يظل في يده أثر رائحة طيبة، أبهى الناس وأجملهم من بعيد، وأحسنهم من قريب، كان له جمال وجلال، إذا رأيته تحب ألا تنزل عينيك من عليه، وفي نفس الوقت تخشى من إطالة النظر لمهابته وجلاله. كان إذا تكلم يحدد كلامه، لا يطيله ولا يخرج عنه، كأنه يخرج من فمه الدرر. صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قصة اليوم يا أطفال قصة قصيرة، لكن عندها مغزى ومعنى كبير. كامل على بالنا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيد الأخلاق مع كل الناس. الخدم اللي كانوا يخدموا في المدينة كانوا يحبوه بزاف، وأغلب الخدم كانوا يتامى، وكانوا يعتبروا رسول الله أبوهم الكبير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يصلي صلاة الفجر، كان يلقى خدم المدينة كامل يستناو فيه أمام المسجد، وهازين في يديهم الماء باش يتوضى به. هو كان يدي من كل إناء شوية ماء ويتوضى باه يعدل ما بيناتهم ويفرحهم كامل ويجبر بخاطرهم. حتى جات أيامات الشتاء والحال برد في المدينة، ناض الرسول صلى الله عليه وسلم توضى في داره وخرج يصلي في المسجد. كيف صلى المسجد اتفاجأ بأهل المدينة كالعادة هازين الماء ويستناو فيه، باش ما يكسرش بخاطرهم عاود توضى غير باش يفرحهم، وغامر بروحه واستحمل هذاك البرد على جال باش يشوف الابتسامة في وجوههم. هذا القصة حكاها أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. واش استفدتوا من هذه الحكاية؟